السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد امين، وده الفيديو التاني من سلسلة ال CSS بتاعتنا، اللي ان شاء الله هنتكلم فيها بالتفصيل الممل عن كل حاجة في ال CSS. طبعا مش عايز اوضح لكم واقول واعيد وازيد انه معلش يا جماعة، اللي عايز يتعلم بيجي على نفسه في حتة ان هو ممكن يشوف له شورت هنا، حاجة هنا، ريل هنا، تبين له الفكرة. وده علشان هو مثلا استيعابه فعلا فول بيرفورمانس، اللي هو انا استيعابي اوف، يعني انا جامد جدا. في ناس تانية لا، يعني ما خلاص. ده بس حبيت الايضاح علشان الناس، وانا من ضمن الناس دي ساعات كنت بحس ان الفيديوهات الطويلة دي ليه ومش ليه وبتاع، بس لما دخلت في حتة ان انا اكرييت بقى الكونتنت ده، لا حسيت نفسي ان هو لا، انا مضطر ان انا اقول كل حاجة فعلا، علشان مش كل الناس بتبقى عندها الباك جراوند او كده. طيب نخش في الموضوع. عندنا النهارده ايه؟ عندنا النهارده the three ways of writing the CSS. طيب ايه هما الثلاث طرق بتوعنا ان هو يتكتب بيهم السي اس اس؟ احنا عندنا الطريقه الاولى اسمها inline، وبعدين الطريقه الثانيه اسمها internal، وبعدين الطريقه الثالثه اسمها external. الانلاين ايه، والانتر والانترنال ايه، والاكسترنال ايه، وايه مور، وايه ان بتوين، وايه لس. هنعرف كل ده لما نكتب مع بعض الكود اللذيذ ده. طبعا احنا هنراجع مع بعض كده ان احنا نكتب HTML ونختار ان هو فيرجن 5 هيكريت لنا القصه بتاعتنا. طيب هنخش نقول ايه هنا؟ هنخش نقول ان في باراجراف وفي كلمه لوريم، ونروح عاملين سيف. طيب عايزين نعمل جو لايف علشان يفتحوا لنا لايف موجود على البراوزر بتاعنا. طيب هو ده البتاع بتاعنا اللي هو الباراجراف بتاعنا. ممكن نحط مثلا هنا H1 قبليه كده، ونقول ان ال H1 ده فيه اسمي احمد محمد، آه، ماشي، امين، تمام، سيف. وبعدين هنروح نبص بص كده برضو. طيب كل حاجة ظهرت، كل حاجة ظهرت. احنا عايزين النهاردة نوضح الثلاث طرق بتوع كتابة ال CSS. انا مش جاي هنا اعمل ويب سايت كامل، انا جاي هنا اوضح الثلاث طرق في الفيديو ده، وتفهم ايه الفرق، وتفهم مين اللي ليه اولوية في تطبيق الستايل بتاعه. طيب اول طريقة اسمها inline. الانلاين ماشي، من اسمها كده هي inline ليه؟ علشان بتتكتب هنا جوه التاجة بتاعتنا، بتتكتب عن طريق اتريبيوت اسمه ستايل. الستايل بتاعنا ده بياخد كل البروبرتيز والفاليوز اللي احنا اتكلمنا عنهم في الفيديو اللي فات، اللي هو الفيديو الاولاني. وقلنا ان البروبرتي والفاليو دول حاجتين لعملة واحدة، ان احنا عندنا بروبرتي مثلا اسمها color او اسمها لون، والفاليو بتاعتها هي بقى اللون اللي انا عايز اديهوله، اللي هو احمر، ازرق، بنفسجي، برتقاني، اي حاجة. خلاص. فبالتالي هنقول مثلا يا عمي ان احنا عايزين نديله color، والcolor بتاعه هيكون براون. خلاص، ونسيف ونروح نبص كده، بقى براون. خلاص. طيب عايزين ندي شوية ستايلز تانية، هندي عادي شوية ستايلز تانية، ونقول له والله ان احنا عايزينك تكست الاين، ونقول له ان انت الالاينمنت بتاعك عايزين يكون في النص سنتر. فبالتالي نروح نبص بصة، بقى سنتر ده اهو. تمام. طيب مثلا عايزين نكبر الخط، عايزين نعمل اي حاجة، اللي احنا عايزينه كله بنقدر نعمله من خلال الانلاين ستايل عادي جدا. يعني لو احنا مثلا يعني معلش خلينا انا اقول ان انا اتهبلت في دماغي وقلت 50 بكسل مثلا، ونروح نبص بصة اهو، عادي جدا، والدنيا لذيذة وكبر والكلام الجميل ده كله. طيب احنا عايزين نرجع للكود بقى. دي طريقة الانلاين، برضو نفس القصة دي لو احنا عايزينها مثلا اهو، بس طبعا مش هندي نفس الستايلز، عايزين نكونها مختلفة شوية عشان بس ايه نعرف ان هي افكتيف. وبعدين نقول له والله اللون بتاعك هنا مثلا عايزينه يكون بسم الله، عايزينه يكون ايه بقى يعني، ثانية واحدة، عايزينه يكون احمر مثلا، ونخليه سنتر ده ماشي، ونخلي ان الخط بتاعنا مثلا 20 بكسل، ونروح عاملين سيف. طبعا هو هنا مش هيشتغل اللون عشان هنا البروبرتي مش مكتوبة صح.
طيب هنروح نبص بقى احمر ومتسنتر والخط بتاعنا مش عارف ايه والدنيا الجميلة دي كلها. خلاص. طيب انا عايز اقول ايه من اللي انا كتبته ده؟ ان دي الطريقة الاولى، the first way to write a CSS. اللي هي ايه؟ اللي هي الانلاين ستايل، وتقدر تكتب الى ما لا نهاية ستايلز هنا كده، وتفضل تكتب 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 وهكذا، وهو مش هيقول لك اي حاجة. تمام. طيب وبعدين في طريقة تانية اللي هي اسمها الانترنال. الانترنال يعني ان هي جوه ال 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 HTML فايل بتاعك، بس جوه تاجة اسمها ستايل. يعني احنا لو جينا نقول internal انتر تقريبا كده، تقريبا يعني. خلاص، ونروح عاملينها كومنت كده، وبعدين نقول له والله الانترنال بتاعتنا هي عبارة عن الستايل ده. طبعا هو عشان كاتبها بنفسه فحس انه يا لهوي ايه ده. خلاص. طيب احنا عايزين نغير الالوان برضو، نقول له هنا مثلا اللي هو البلو مش عارف ايه كده، اللي هو البنفسجي ده. وهنا نقول له اي لون مايع. مفيش الوان مايعة، مش عارف. بس مثلا عادي، ونروح عاملين سيف. طيب احنا هنا دلوقتي عندنا الانترنال عن طريق تاج اسمها ستايل. بتتكتب فين؟ بتتكتب في الهيد تاج، ونقدر ان احنا نكتب فيها الستايلز. طيب ايه ده؟ ليه براون وليه ريد؟ إيه اللي احنا فيه ده؟ وليه اصلا ادى البادي بتاع ده اللون ده، واشمعنى ده اتطبقت ودي لا، والكلام ده كله. طب تعالى نفتح الاتنين جنب بعضيهم كده عشان بس نعرف ايه، نفهم الدنيا اكتر. احنا دلوقتي اللي اتطبق عندنا الباك جراوند كولر، اللي هي الباك جراوند كولر اللي هي اللون بتاع الخلفيه بتاعه البادي، اتطبقت اللي هي اللايت بلو ده اللي هو هنا. طيب عندنا هنا مدينه لون مايع، يا عم خلينا مثلا نقول له ان انت عايزينك تبقى بلو. خلاص، ونروح عاملين سيف. ليه ما بقتش بلو؟ ليه لسه براون؟ طيب بلاش، يمكن دي بايظه. تعال نبص على دي. عايزين نخليها يالو، اصفر اهو، لون فاقع والدنيا تمام. ليه ما بقتش صفرة؟ ليه لسه حمرا؟ مم. مش عارفين. طيب احنا عايزين نقول ايه من اللي انا كاتبه ده، ومن اللي انا عايز اعمله، او اللي انا عايز اقوله من الكلام ده؟ يعني ان الانلاين ليها البايوريتي، اللي هي الكلمة اللي انا كنت كاتبها ان هي مور. مور فين يا احمد؟ مور هنا. خلاص، هنا كده كنا كاتبين ان هي ايه؟ مور. اللي هي ايه؟ خلينا نقول اللي هي مور ادفانسد لايرز، او اللي هي اول بايوريتي، هي اللي ليها الاولويه في كل التطبيقات. يعني انت دلوقتي لو كاتب كذا ستايل، اللي هيتطبق اللي هو جوه السطر نفسه. تمام. تمام. طيب عايزين نشيل الكلام ده اهو، شلته وعملت سيف. اوبا، قلبت بلو. طيب عايزين نشيل برضو الكلام ده ونعمل سيف، قلبت يلو. طيب اشمعنى يا احمد البادي ما اتغيرش في الحالتين؟ ليه؟ علشان انا مش مدي البادي انلاين ستايل. يعني انا لو قلت له الانلاين ستايل بتاعك، معلش يا جماعه على اللي هيحصل دلوقتي كلون يعني، اهو مين اللي اتطبق؟ الاحمر. يعني ما خلاص، خلينا بقى نرجع تاني بالله عليكم، علشان ايه؟ انا اتعميت اعتقد انتوا كمان. فبس يعني، فاللي احنا عايزين نقوله انه الانلاين ليها البايوريتي، اللي هي المور، هي الاول حاجه بتتنفذ واهم حاجه بتتنفذ حتى لو في ستايلز تانيين. طيب يبقى احنا كده عرفنا الانلاين والانترنال، ومين فيهم ليه اولويه عن التاني، وبيتكتبوا ازاي، والسلكتورز ازاي، ومش عارف ايه والكلام ده كله. طبعا في فيديو كامل عن حاجه اسمها سلكتورز ان شاء الله هعمله، بس الفكره ان احنا بس ايه، بنكتب حاجات بسيطه كده في الاول. يعني هم حرفيا 3 تاجات، ال H1 والباراجراف والبادي. هنا برضو البادي وال H1 والباراجراف وبس. وبنكتب الستايلز بتاعتنا زي ما احنا قلنا كده في الايه، في الكيرلي بريسز، او في البلوك اوف ديكليريشن او ديكليريشن بلوك.
وبنكتب جواه البروبرتي والفاليو بتاعتها بتكون عبارة عن القيمة اللي انا عايز اديها للبروبرتي دي. طيب عايزين نشوف ايه هي الطريقة التالتة. الطريقة التالتة بكل اختصار ان احنا هنمسح ده كده معلش، وبعدين نروح عاملين فايل جديد اسمه اي حاجة، بس احنا هنسميه مثلا for the record ان هو اسمه style.css. ليه دوت سي اس اس؟ عشان ده الاكستنشن، زي ما احنا قلنا ان في اكستنشنز كتيره جدا في ال HTML بلاي ليست، ومن ضمنها يعني اللي هي دوت HTML دي، فال CSS كمان بتكتب دوت CSS. هنا بكل اختصار نقدر نكتب كومنت جميل ونقول ان هو ده الاكسترنال. خلاص، ونروح عاملين الكومنت ده. ولو انتم ملاحظين وشطار معايا انه الكومنت شكله اتغير، يعني الكومنت في ال HTML غير الكومنت في السي اس اس. اعتقد ان ده نفس الكومنت في الجافا سكريبت، بس برضه لسه هنتطرق لها بعدين، مش موضوعنا دلوقتي. طيب عايزين نكتب ال ال الستايل الاكسترنال ده للحاجه بتاعتنا، اللي هي مين بقى؟ اللي هي البودي اهو. بص بنفس الطريقه حرفيا، بودي، بعدين هنفتح البلوك اوف ديكلاريشن، وبعدين نقول له ال h1، بعدين بلوك اوف ديكلاريشن، وبعدين باراجراف، وبعدين بلوك اوف ديكلاريشن. طيب عايزين نقول ان البادي الباك جراوند كولر بتاعته بتساوي براون. خلاص تمام. عايزين نقول ان ال H1 الكولر بتاعه لون الخط نفسه بيساوي وايت، وماله وايت. خلاص طيب عايزين نقول ان الباراجراف بتاعنا الكولر بتاعه نخليه مش يلو بقى علشان يختلف، عايزين نخليه بلو مثلا. هو هيبقى الوان غير متناسقه بالمره، بس يعني ان احنا بنلعب دلوقتي وبنشوف ايه مين هيأثر ومين لا والكلام ده كله. طيب عندنا هنا فور ذا ريكورد برضو انه حاجه مهمه جدا، انك ازاي تربط الستايلز اللي احنا بنكتبها في فايل خارجي اصلا، اللي هي مسميه اكسترنال يعني حاجه خارجيه، ازاي نربطها جوه البروجرام بتاعنا او الصفحه بتاعتنا او غيره. بتكتبها عن طريق حاجه اسمها لينك. بص اكسترنال اهو، واللينك خلاص بتكتب ان الريليشن ريل دي اتريبيوت، الريليشن بتاعتنا ان هي ستايل شيت، عباره عن ستايل شيت. الهايبر ريفرنس بتاعها هو المسار او الباث بتاعها جوه الاكسبلورر بتاعك اللي موجود بتاع الفايل. فاحنا دلوقتي قلنا ان الستايلز بتاعتنا هي دي، او المسار بتاعنا هو ده. خلاص اهو برضو تقدر تجيبها عن طريق الموضوع ده كده. تمام تمام. طيب احنا سيفنا هنا وسيفنا هنا ومفيش حاجه اتأثرت، وحتى الباراجراف ما بقاش ازرق، والباك جراوند ما بقتش بني، والبتاع ده ما بقاش وايت. طب ليه؟ تاني بقى علشان ما نتكلمش كتير. هنا الموضوع بيتوقف على الاولويه. يعني انا لو جيت عملت كل ده كده كومنتد ورحت جاي عامل سيف، ايه اللي حصل؟ كل حاجه اتأثرت هنا، اشتغلت هنا. يبقى بكل اختصار احنا عندنا 3 طرق: inline وانترنال واكسترنال. بالترتيب كده الاولويات بتاعتهم كالتالي: inline الاول، internal بعدها على طول، تالتهم او اللي هو الاقل اولوية هو الاكسترنال. طبعا في حاجات تانية جدا كتير قوي ممكن ان احنا نضيفها، يعني احنا مثلا هنشيل الكومنتد ده وهنسيف كده خلاص، بس انا هفورس هنا او هفورس هنا ده بلو، لا انا هقول له important. يبقى هو عمل فورس لل H1 رغم ان هي دي ليها اولوية ان هي تكون بلو، ولكن لا عمل فورس ليها. ليه؟ علشان كلمة زي دي مثلا important. في حاجات كتير هنتكلم عنها بس مش وقتها. الفكرة ان انا اللي عايز افهمه لك دلوقتي او اللي انا عايز اقوله لك ان احنا عندنا الثلاث طرق زي ما احنا قلنا: inline internal external. وبالترتيب هم كده الاولويات بتاعتهم ان الانلاين اول واحد فيهم يتنفذ، تاني واحد فيهم هو الانترنال اللي هو في التاجة بتاعة الستايل، تالت واحد فيهم اللي هو الاكسترنال اللي هو بره اصلا، اللي موجود في فايل خارجي اللي انت بتربطه عن طريق لينك تاج اللي هي موجودة في الهيد سيكشن او في الهيد تاج بتاعتك في الويب سايت.
امين يا جماعة، امين. احنا متفقين لحد دلوقتي. اتمنى اكون اتوفقت في شرحه بشكل مبسط. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.